نفديك يا اتحاد بالروح بالدم نفديك يا اتحاد. اليوم العالمي للشغل وعيد العمال هو من المفروض احتفال، لكن 1 ماي 2025 ما خلاش صبغة احتفالية باعتبار الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي ووضع بصفة عام اللي قاعدة تنعكس على المواطن بصفة عامة وعلى العمال بصفة خاصة. الاتحاد حر لنا وعاش لنروم لنا اهتفوا وقولوا اهتفوا وقولوا الاتحاد لنا ولا لغيرنا. اليوم تدهور القدرة الشرائية بشكل خيالي، أسعار شعلة نار، نسبة البطالة قاعدة ترتفع، الفقر قاعد يزداد، النمو ما ثماش، التضخم قاعد يزداد، نسبة المديونية وأكبر جذبة تعمل فيها الحكومة مديونية قاعدة تتزاد ونخلصوا في الديون نتاعنا بالديون أخرى. هذا الوضع أنه تونس اليوم تتطلب أنه تجميع صفوفها بشخصياتها بمنظماتها بأحزابها الوطنية اللي مش ملطخة بدماء الشهداء إلى غير ذلك، لكن اليوم حكم الفرد يستحيل باش ينجح في تونس، وهذه الأرقام قدامكم. اليوم الخدام طبيعي جدا جاي يعبر على روحه، يعبر أنه مجلة الشغل أنه قاعدة تتشاف من طرف واحد ويستدعيه الأعراف ومنظمة حشاد وما أدراك، منظمة الاتحاد عن الشغل، منظمة التمثيلية الكبرى للعمال ما يعيطولهاش، السميك يتزاد بالجانب واحد، تراجع على الاتفاقيات، محاكمات كيدية لعدد من النقابين. شعب عربي واحد، وطن عربي واحد، نصر عربي واحد، هدف عربي واحد، نصر عربي واحد، أمل عربي واحد. اليوم الاحتفالية هذه أردناها كذلك لاستعداد لخوض جديدة من المفاوضات الاجتماعية، أنه يستحيل نقابين صفاقس، وأقولها وأعلنها من صفاقس كما جرت العادة، إذا المفاوضات ما ثماش أو وقفت أو ما ثماش جدية في التفاوض، صفاقس ستزعزع وتحلح المفاوضات كما جرت العادة في 2021 28 أكتوبر، وفي 2015 في إضرابات في القطاع الخاص أكثر من 200 مؤسسة ومتحملين مسؤوليتهم، باعتبار الخدام اليوم فيه تراجع على حقوقه، اليوم حقوق مكتسبة في عديد القطاعات قاعدة تفك. يا حكومة الفشل الرحيل هو الحل، يا حكومة الفشل الرحيل هو الحل، يا حكومة الفشل الرحيل هو الحل، يا حكومة الفشل الرحيل هو الحل. اليوم كذلك صفاقس منسية، صفاقس همشوه عقود ومتواصل فهميشها. اليوم شعار صفاقس اتحاد جوي ماهوش هكك لركوب على الأحداث، لا بل ممارسة. للأسف اليوم بنية تحتية، مكتبة رقمية كنا أملنا من 2016 أنها تنطلق ما ثماش، تبرورة، رياضة، دور شباب، في التعليم، الصحة إلى غير ذلك. اليوم دعوة للمجتمع المدني، دعوة للمنظمات، إذا ثم روح جدية للدفاع على صفاقس، مع الناس جهوية، أما صفاقس هذه اللي قاعدة تعطي، صفاقس اللي قاعدة تضخ في أموال في الجباية وغير الجباية وديوانية، واليوم ثم هجمة على حتى رجال أعمال في صفاقس بعنوان ديوانة وقباضة. اليوم صفاقس تستاهل باش عندها بنية تحتية، وتستاهل باش عندها صحة وتعليم ونقل يليق بأبناء جهة صفاقس. صفاقس همشتوها والمشاريع كلفتوها، والمشاريع كلفتوها، وحدة وحدة يا عمال، وحدة وحدة يا عمال، والمطالب بالنضال، والمطالب بالنضال، وحدة وحدة يا عمال، وحدة وحدة يا عمال، ضد القمع والاستغلال، ضد القمع والاستغلال. نقابين في الاتحاد عن الشغل أنه القضية المركزية قضية فلسطين وتحريرها من البحر إلى النهر، ما هوش جديد علينا. الأزمة الداخلية ماهيش مخفية، خرجت العلن للأسف. الأزمة الداخلية انعكست على قيمة الاتحاد ودولة الاتحاد. الأزمة الداخلية لولا الأزمة الداخلية لا تتجرأ الحكومة باش ما تعيطش الاتحاد في مجلة الشغل وفي السميك،
اليوم الأزمة الداخلية إن شاء الله نخرج بها الأقرب وقت، ويتعافى الاتحاد وسيتعافى الاتحاد بإذن الله وبفضل جهة صفاقس والعديد من الجهات والقطاعات. وكيف يتعافى الاتحاد تتعافى البلاد، وهذا التاريخ شيقول.